عايزك تحط نفسك مكانهم، مش تتفرج عليهم، تعيش معاهم. تخيل تبقى فوق السحاب رايح رحلة عادية، ضحك وصحاب ومستقبل طويل قدامك، وفجأة كل ده يختفي. مش حرب، مش نهاية عالم، لكن جبل اللي هيتحبس جواه مش هيطلع بسهولة. دلوقتي تخيل انك واقف فوق، الدنيا تلج في تلج، درجة الحرارة تحت الصفر، مفيش أكل، مفيش إنقاذ، ومفيش حد عارف مكانك. كل يوم بتصحى وانت مش عارف هتعيش لبكرة ولا لأ. جاوبني بصراحة، ايه أقصى حاجة ممكن تعملها عشان تفضل عايش؟ استنى بس، لأن اللي هتشوفه في القصة دي هيخليك تعيد تعريف معنى كلمة بقاء. مونتفيدو، أوروجواي، أكتوبر 72. بنشوف فريق الرجبي أولت كريستنز بيلعب مباراة قوية وبيحاول يوصل للكورة قبل الفريق التاني، وفعلا بينجح واحد من الفريق انه ياخد الكورة وبيحدفها لروبرتو اللي بيجري بيها على طول. وبيقعد كابتن الفريق يقول له يحدفها لناندو زميله في الفريق، لكنه ما بيرضاش. كل الفريق بيقول له يحدفها لكنه بيرفض برضه. وبنشوف ناندو بيسأل روبرتو ليه ما حدفتش الكورة، وبيتحجج روبرتو بإن كان حواليه لعيبة من الفريق التاني، وبيقول لهم انهم في الاخر فازوا بسببه، والفريق كله بيضحك وبيحدفوه بالهدوم. ويجي كابتن الفريق وبيقول له بعد كده تسمع كلامي. وبنعرف من كلامهم انهم مسافرين وان لسه في اماكن كتير فاضيه على الطياره، وبيلم منهم اجره الطياره. وفي الكنيسه بنشوف ناس كتير قاعده بتسمع درس، وبيدخل واحد من الباب وبيقعد ينادي بصوت واطي على صاحبه اللي بيكون اسمه بانشو. وبيبص له بانشو وبيكون معاه رساله وبيقول له انها النومه، وبيديها لصاحبه الفريدو. وبيفضلوا يدوا الرساله لبعض لحد ما توصل لبانشو، وبيديها النومه وبيفتحها وبيكون مكتوب فيها انه يروح معاهم لتشيلي. وفي الشارع بيكون في مظاهره وبيكونوا قاعدين في مكان، وبيتكلم نومه عن الامتحانات، وبيرد صاحبه انهم هيأجلوا الامتحانات اسبوعين بسبب المظاهرات. بيرد جاستون عليه انه المشكله مش في الرجبي. بيقول له تخيل تسافر لسانتياغو تشيلي ب 45 دولار، هتلاقي عرض مغري كده فين؟ وبيوريه الفريدو ورقه فيها ارقام البنات اللي قابلوهم هناك، وبيفضلوا يقولوا اساميهم، وبيتكلم جاستون عنهم بكل حماس وبيضحكوا. وهو بيكلمه بيخبط الكوبايه فبتقع على الفريدو، وبيقوم يدي الورقه لنوما وبيحذره ان جاستون ياخدها. وبيتكلم صاحبهم مع نوما وبيقول له ما تسيبنيش لوحدي مع المعتوهين دول، وبيضحكوا. بيقول له نوما ان الورقه دي مش حافز انه يروح معاهم، وبيقول له صاحبه ان لو عايز سبب وجيه انه يروح معاهم انهم هيكونوا سوا بالليل. بنشوف نوما سايق العجله وبيوصل لبيته، بيدخل ينادي على الكلب بتاعه فبيلاقي ورقه بيطلعها وبيقراها، وبيطلع كتاب خرايط وبيبص على المكان اللي في الرحله، وبينادي على الكلب بتاعه اللي بيكون اسمه تشامب وبيساله عن رايه. بيوصلوا بالعربيه للمطار، وبنشوف نوما نازل من التاكسي قدام المطار، وبيفرحوا اصحابه جدا لما بيشوفوه. وبيكون في واحد بينادي على اسامي اللي طالعين الرحله، وبيكون في اب وام بيودعوا ولادهم، وبيتصور الفريق صوره قدام الطياره. وبيتكلم نوما وبيعرف عن نفسه وانه عمره 24 سنه، وبيقول ان في ناس كتير ما يعرفهاش بس كل حاجه شكلها مألوف. وبيركبوا الطياره وبتتحرك وبيهزروا وبيضحكوا مع بعض. بنشوف جبال متغطيه تلج وبيكون المنظر جميل جدا. وبنرجع للطياره، بيكون في واحد بيصور صاحبه اللي اسمه كوكو وبياخد لهم صوره حلوه. وبيكون نوما واصحابه بيلعبوا، وبتحصل هزه جامده في الطياره وبيتخض نوما، وصاحبه بيهزر عشان يفك الدنيا. وبيسأله جاستون هو صحيح الجبال دي بتحاول تبلع كل اللي بيعدي من فوقيها؟ بيرد عليه ده حقيقي. فبيبص له نوما بصة استغراب، وبيضحك جاستون على كلامه. وبيكمل صاحبهم كلام ان الرياح الدافيه اللي جايه من الارجنتين بتخبط في هوا الجبل الساقع، وده بيخلي فيه قوه جذب. بيقول له نوما انت اكيد بتهزر. بيرد عليه لا، ده اللي بيعمل مطبات هوائيه. تحصل هزه تانية، وبيقول الطيار انه كله يربط حزام الامان وانهم هيهبطوا لسانتياغو قريب. وبيقلق نوما وبيشوف من الشباك ان الطياره قريبه من الجبل. بيهزر واحد صاحبهم وبيقول لهم لازم يربطوا حزام الامان، وبيجي صاحبهم اللي كان بيلعب معاهم وبينقلهم من مكانهم عشان محتاج مساحه، وبيفتح الخريطه. وبتحصل هزه تانية وكله بيربط الحزام، والطياره بتكون بتسارع وبتحاول تمشي. وبيحصل هزات جويه كتير ورا بعض وبيتوتروا كلهم. وبيقوم جاستن وبيحاول يمنع صاحبهم، وفجاه الطياره بتتسحب لتحت بقوه كبيره. بيتخبط صاحبهم في سقف الطياره وبيقع على وشه. وبيبص نوما من الشباك وبيشوف الطياره قريبه قوي من الجبل، وبتبتدي الشنط تقع، وباب غرفه التحكم بيتفتح وبيبداوا يصوتوا والتوتر بيزيد. بيبص نوما من الشباك ونور الشمس بيكون قوي لدرجه انه بيغمض عينيه. لو وصلت لحد هنا اكتب لنا رايك في الكومنت، وما تنساش اللايك. جهز نفسك عشان اللي جاي اون فاير. بتخبط الطياره في الجبل وبيتكسر الجزء الخلفي منها، وكلهم بيبقوا مرعوبين وبيصوتوا. وبسبب الاصطدام باقي الطياره بتتكسر، وبسبب ده منهم اللي بيموت واللي رجليه بتتكسر.
وبتبقى مدعكة. وبيفوق نوما وبيكون في سائل بينزل على ايده، وبيبص عليها وبيفك الحزام وبيقع، والباقي بيبدأوا يصوتوا وبيبدأوا يساعدوا صحابهم اللي عايشين. وبنشوف روبرتو اللي بنعرف انه طالب في كلية الطب، وهو بيساعد واحد رجله مكسورة وبيرد له رجله، وبيصوت وبينادي واحد ان ربان السفينة عايش، وبينادي باقي صحابه. وبيبتدي اليوم الاول، وبيحاول واحد فيهم يتكلم في اللاسلكي عشان يبلغ، لكن ما بيكونش شغال. وبيسأل الطيار ازاي بيشتغل، بس الطيار بيكون مصاب جامد وبيقول كلام مش مفهوم. وبيسمعوا ناس بيطلبوا المساعدة فبيروحوا عشان يساعدوهم، بس نوما بيحس ان الطيار عاوز يقول حاجة فبيقرب منه عشان يسمعه. وبيجي الليل وبتنخفض الحرارة 30 درجة في خلال دقايق. بنشوفهم في الطيارة متجمعين وحاضنين بعض من الساعة، وبيكونوا صاحيين وميتين في نفس المساحة، وكلهم بيعيطوا. وبيطلب نوما من بانشو انه يحضنه جامد. بيطلع النهار وبيكون نوما لسه صاحي وبيكون في شمس، وبيتبسط نوما انهم لسه عايشين. بيخرجوا من الطيارة التلج في كل حتة، وبيفضلوا يتمشوا وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. وبيتكلموا عن اللي ماتوا، وبيقول لهم نوما ان جاستون مات. بيتكلموا عن الوضع وانه مفيش مساحة يعالجوا فيها الجرحى، وبيقول لهم كابتن الفريق انهم هيوفروا مساحة جوه الطيارة ليهم كلهم. وبيبتدوا يفضوا الطيارة من الكراسي والحاجات اللي فيها، وبيقول لهم ان الاولوية للمصابين، وانهم هيحطوهم عند طرف الطيارة جنب اشعة الشمس. وبيبتدي ينقلهم وبيبذلوا كل جهدهم عشان يساعدوهم. وبيبتدوا يدوروا في الشنط على اي حاجة تنفعهم ويجمعوها في شنطة واحدة. وبيسألوا نوما هيعملوا ايه في اللي ماتوا، وبيقول له هنحطهم بره لحد ما توصل النجدة. وبيكون الكابتن بتاعهم بيعمل الاكل بحساب شديد عشان الاكل اللي معاهم قليل، كل واحد بياكل حاجة بسيطة جدا. بيسمعوا صوت طيارة وبيبصوا حواليهم وبيقعدوا ينادوا بأعلى صوت، لكن مفيش فايدة. بيبدأ اليوم التاني، بيحاولوا يرصوا الشنط عشان تكون ساتر ليهم من البرد. وبيسأل كارلوس كم واحد هيموت النهاردة، وبيرد الكابتن عليه انه مفيش حد هيموت. وبيوعدوا. وبيبدأ اليوم الثالث، وبيكون زميلهم ناندو بيحتضر وبيمنع روبرتو، وبيحاول يقول حاجة بس روبرتو ما بيكونش سامعه. فبيسأل ناندو عن أخته، بيرد عليه إنها نايمة هناك. وبيحاول ناندو يزحف ناحية أخته وبيحضنها، وبيسألهم فين والدته، وبيقولوا له إنها ماتت. وبيفتكر مامته وأخته قبل ما يطلعوا الرحلة وهم بيودعوا باباه، وبيسألهم عدى قد إيه على الحادثة. وبيرد الكابتن 3 أيام. بيسأله لو حد لقاهم، فبيسكت وبيبقى مش عارف يرد. وبيخرج واحد منهم يعمل اختراع صغير يحول التلج المية، وبيعملوا علامة اكس بالشنط عشان لو عدت الطيارة تشوفهم. وبيسمعوا صوت طيارة تانية وبيصوتوا، وبيفتكروا انهم شافوهم وبيفرحوا قوي، وبيفضلوا قاعدين مستنيين بيتكلموا مع بعض. بيبدأ كل واحد يقول هو نفسه ياكل ايه، وبيقول لهم واحد ليه الطيارة ما رمتش ليهم اكل. وبيقول الكابتن ان ده مش منطقي، وانهم لو عملوا كده الاكل هيغوص في التلج ومش هيعرفوا يوصلوا له. وبيعمل روبرتو حامل للمصابين بأحزمة الأمان، وبينقلوا المصابين عليه. وبيسمعوا صوت طيارة وبيخرجوا يبصوا بس مفيش فايدة. وبيبتدي واحد يشرح إن الجبال كبيرة، وإنهم أكيد بيبعتوا دوريات لمناطق مختلفة، وإنهم شافوهم امبارح بس النهاردة سمعوا صوتها بس. وبيقول نوما إنهم كده ما خدوش بالهم منهم. وبيقول لهم الكابتن انهم هيجوا وانهم لازم يبقى عندهم ايمان. وبيرد عليه فيتو بيقول له انت بتتكلم بجد، وبيقول له ما يتكلمش كده قدامهم عشان ما يحسوش باليأس. وبيقول لهم انه الاكبر سنا وتحملا للمسؤولية، وبيقول لهم هيلاقونا، وبيسيبهم ويمشي. بيقول روبرتو انهم مش هيعرفوا يكملوا كده. وبيرد عليه فيتو قدامهم وقت قد ايه، فبيقول له سمعت بقاعدة ال3؟ قال له لا. قال له 3 دقايق من غير هوا، 3 ايام من غير ميه، و3 اسابيع من غير اكل. فبيرد عليه واحد تاني بيقول له 3 اسابيع ايه اللي ممكن من غير اكل، ده انا عدى 3 ايام وميت من الجوع. وبيقترح نوما يمشوا للمكان اللي اتخبطت فيه الطيارة عشان يلاقوا البطاريات ويشغلوا جهاز الارسال. بيجهزوا نفسهم وبينطلقوا، وبيقف فيتو يبص وراه وبيقول لهم ان الطيارة مش متشافة من مكانهم ده. وبيقول لروبرتو ان لو طيارة عدت من فوقهم مش هتشوفهم. وبيسمعوا صوت انهيار تلجي، فبيقول لهم فيتو انهم لازم يرجعوا. وبيعدي 6 ايام، وبيقول نوما انهم خلصوا اخر اكل معاهم امبارح، وبيكون ماشي لوحده في الجليد، وبيبقوا اتجننوا وبياكلوا اي حاجة حرفيا. وبيتكلم فيتو وبيقول ان ناندو اتجنن، وانه قال لواحد زميله انه مش عاوز يموت جعان، وان هياكل الناس اللي ماتوا لو اضطر. وبنشوف ان شكل فيتو موافق على اللي اتقال، وبيوافقوا اللي بيتكلم معاه. وبيتكلم واحد مع مارسيليو وبيقول له ان مفيش حد جه، وانهم ميتين من الجوع وصحتهم بتتدهور.
وإن بقالهم 7 أيام بلياليهم من غير أكل وإنهم كده هيموتوا. وبيرد عليه هناكل إيه؟ وبيقول واحد تاني إن الأكل بره، وبيتصدموا كلهم. وبيكمل روبرتو كلامه إن الأكل ده فيه بروتين كفاية يديهم طاقة وإنهم مش هيفضلوا كده. وبينادي عليه فيتو عشان يسكت، وبيقول إن روبرتو معاه حق، إنها مسألة حياة أو موت. بيتكلم واحد تاني وبيقول افرضوا جم أنقذونا بعد يومين، إيه مش هنقدر نستحمل؟ بيرد روبرتو عليه بعصبية انت ما تعرفش أضرار الجوع. بيسكتوا مارسيليو وبيتكلم عن الأضرار، وبيقول واحد لو عملنا كده ربنا هيسامحنا. بيرد روبرتو إن ربنا عارف إننا بنعمل كده عشان نعيش. وبيفضلوا يتناقشوا مع بعض ما بين معارضي ومؤيدي للفكرة. وبنشوف نوما واقف قدام الجثث، وبيبدأوا يدوروا في الشنط تاني على أي حاجة ياكلوها. ومن كتر الجوع بياكلوا حاجات غريبة جدا. وبتموت أخت ناندو وبيعيط كوكو. وبنشوف ناندو وهو بيدفن اخته في التلج، وبيقول ان دي مقبرة وانه مش هيفضل هنا. وبالليل بيكون فيها عاصفة وبرق ورعد. وبيبدأ اليوم التاسع، وبيقول لهم فيتو انه بيديهم الحق انهم ياكلوا جثته لو مات. وروبرتو واحد كمان، وبيخرج بره هو و3 كمان، وبيروحوا عند الجثث وبياكلوهم. وبيتصدم ان هو من اللي شافه، وبينهاروا كلهم. وبيبتدوا يخرجوا واحد ورا واحد عشان ياكلوا هما كمان، وبيعتذروا ليهم وبيخرجوا. وبيبص نوما لصاحبه اللي بيقوم هو كمان، وبيلاقي واحد فيهم شنطة. بيفتحوها بيلاقوا راديو بيحاولوا يصلحوه. وبيجي بانشون نوما وبيديله أكل مع تلج عشان يعرف ياكل، لكنه بيرفض وبيقول له إنه هيصمم. وبيسمعوا صوت سويت، وبيكونوا سمعوا في الأخبار إنه انتهى البحث عنهم. وبينهاروا كلهم. وبيكمل المذيع إنهم هيكملوا بحث عنهم لما تبدأ السنة الجديدة لما يدوب التلج. وبيتكلم مارسيليو إنه كان غلط وإنه طلب منهم يستنوا على الفاضي، وخرجوا يدوروا على البطاريات اللي كانت في آخر الطيارة من غير ما يقولوا لحد ولا يخططوا. وبيلاقي نوما جثة جاستون، وبيفتكر ذكرياته معاه. وفي الطريق بيلاقوا جثث أكتر، وبيتسلقوا الجبل. وبيتزحلق نوما وبيكمل تدوير، وبيتحبسوا في التلج. وبيجي عليهم الليل وبيبقوا هيتجمدوا، وبيطلع النهار وبيكونوا عايشين بس التلج مغطيهم. وبيرجعوا لصحابهم، وبيسأل واحد نوم عن اللي شافه، وبيقول له جبل متغطي بتلج. وبيتكلموا شوية، وبيقول له عند الغرب بعد الحاجز التلجي دولة تشيلي. بيبص له نوما وبيقول له صاحبه ان لازم ياكل عشان يوصل لهناك. فبياخد نوما الاكل منه، وبييأس انه ممكن يرجع، بس بيرجع له الامل لما بيبص على ناندو اللي بيتدرب عشان يوصل لتشيلي، وبيقول له انه هيروح معاه. وفي اليوم ال17 بيكونوا بيهزروا ويضحكوا، وفجأة بيسمعوا صوت عالي فبيسكتوا. وبيلاقوا التلج داخل لهم من كل حتة. بيحاولوا يخرجوا من تحت التلج وبيصوتوا كلهم، والتلج بيكون غطى الطيارة كلها. وبيحاولوا يخرجوا بعض من تحت التلج، وبتيجي موجة أصعب من التلج وبتغطيهم تاني. وبيحاولوا يعملوا فتحة، وبيبدأ كل واحد يقول اسمه عشان يعرفوا اللي عايشين. وبنكتشف ان ماسيليو كمان مات. بيسمعوا صوت تاني، وبيسأل واحد عن كمية التلج اللي بقت فوقهم. بيرد عليه واحد تاني انه ممكن يكون في جبل فوقهم. وبيكون يوم 30 اكتوبر، وبيكون عيد ميلاد نوما. وبيفكر في بيته وعيلته، وبيكونوا شايفين النور. وبيزحف نوما وبيحاول يخرج، ورجله بتتعور وهو بيحاول لكنه بيكمل لحد ما بينجح. وبيخرجهم واحد واحد، وبيخرج بعدهم. وبيتبسطوا انهم شافوا الشمس وانهم لسه عايشين. وبيهزروا ويلعبوا. وبيتكلم واحد مع نوما وبيقول له يوفر طاقته وانه عايش بالعافية. وبيقول له نوما انه ما يفقدش ايمانه. وبيتكلموا سوا وبيهزروا، وبيبدأوا يخططوا هيعملوا ايه الاسبوعين الجايين لحد ما التلج يدوب. وبيجي اول يوم لذوبان التلج. حالة 2 من صحابهم بتتدهور اكتر، وبيتناقش روبرتو صاحبه في حالتهم، وبيقول له انه صاحب اقوى رجلين وانه لازم يمشي عشان ينقذ الباقيين. وبنشوف اطورو ومش بيعرف يتنفس وبيموت. وبيتطوع 4 منهم ومشوا ناحية الأرجنتين. وبيغمى على نوما وبيقع، ورجل نوما بتكون صابته على العدوى. وبيقول روبرتو انهم لازم يرجعوا، وبيقول لهم نوما انه هيرجع لوحده للطيارة. وبيرجع فعلا وبيغمى عليه. وبيصحى بيلاقوا صاحبه التاني يحتضر وفعلا بيموت. وبيتكلم نوما مع واحد من الركاب عن الحال، وانه طول الوقت كان بيحاول يساعدهم. وبيحكي له عن مراته، وبيتكلموا سوا. كلامه كان فيه امل ليه، وبيحاولوا يعالجوا رجليه. وبيصحى بيلاقي ناندو رجع، وبيحكي له عن اللي حصل، وبيديله شوكولاته من اللي لقاها. وبيقول له انهم اخيرا لقوا البطاريات. وبيقول له خطتهم وانهم هياخدوا جهاز الارسال وهيحاولوا يصلحوه.
وبيرجعوا تاني عند البطاريات، وبيحاول روا يصلحه وبيتكلم في اللاسلكي بس محدش بيسمعهم، وبيحاول بانشو يأكله غصب بس مش بيرضى، وبيقول له نوما انه بيحتضر، وبيتكلم معاه عن حياته اللي نفسه يعيشها، وبيعيطوا سوا. والناحية التانية بيلاقوا نسيج مضاد للمية وبياخدوه، وبيكونوا بيحاولوا مع جهاز الإرسال بس مفيش فايدة، وبيفقدوا الأمل من كتر المحاولات. وبنعرف إن باقي 17 ناجي من الحادثة بس، وبيرجعوا للطيارة وبيقولوا على اللي حصل، وإنهم هيعملوا من النسيج ده كيس نوم عشان اللي هيخرجوا. وبيسمعوا في الراديو إن في طيارة هتخرج تكمل البحث، وبيكسر روبرتو إنه يخرج ويمشي عشان يوصل لتشيلي. وبيتعصب روبرتو وبيقطع كيس النوم، وبيكونوا قاعدين وبيسمعوا صوت طيارة فبيقلدوه. بيفقد نوما الأمل وبيقول لناندو إنهم عندهم الحق إنهم يستخدموا جسمه لما يموت، وبيقول له إنه هيموت وإنه تقبل ده، وإنه عارف إنهم هيعيشوا وإنه سعيد عشانهم. وبيفقدوا نوما اللي بيموت يوم 11 ديسمبر وهو نايم، وبيطلعوا ورقة من إيده وبيمرروها لبعض لحد ما بتوصل لناندو وبعد كده روبرتو، وبيكون مكتوب فيها إن مفيش حب أعظم من إن واحد يضحي بنفسه عشان اللي بيحبهم. ولما بيقرأها روبرتو بيقرر إنهم يمشوا بكرة، وبيجهزوا نفسهم للرحلة وبيودعوهم وبيمشوا. بنشوفهم بيعافروا مع التلج عشان يمشوا، ولما بيجي الليل بيدوروا على مكان عشان يحطوا فيه كيس النوم، وبينجحوا في ده وبيقضوا الليل وبيكملوا رحلتهم الصبح، وبيوصلوا للقمة أخيرا. بس بيشوفوا قدامهم جبال أكتر، وبيكون منظر الجبال بالتلج جميل جدا. وبييأس روبرتو وبيقرر ناندو إنه هيكمل وإن أكيد الجبال والتلج هيخلصوا، وبيقولوا إن المحيط قرب. وبيرد روبرتو انه دايما بيقول كده، فبيشجعوا ناندو انهم يكملوا. وبيقولوا روبرتو انهم مش معاهم اكل يكفي، فبيسألوا ناندو عاوز يكمل معاه ولا يرجع الطيارة. وبيكملوا رحلتهم، وبيرجع صاحبهم التالت للطيارة وبيطمنهم ويحكي لهم عن اللي حصل. وبنشوفهم ماشيين في التلج والطريق بيكون طويل وصعب لحد ما بيلاقوا وادي قدامهم فبينزلوه وبيكملوا رحلتهم. وبيقف ناندو عشان بتكون جزمته اتقطعت، وبيحاول روبرتو انه يصلحها. وبيرتاحوا بالليل وبيتعب روبرتو، والصبح بيروحوا عند الشلال وبيشوف ناندو سحلية وبينادي على روبرتو، وبيشوف روبرتو راجل راكب حصان، وبيقعدوا ينادوا عليه وبيديهم ورقة وبيكتبوا رسالة للأمن الجوي وبيحكوا عن اللي حصل. وبيوصل الاتصال ليهم وبينقذهم الراجل، وبيقعدوا ياكلوا في بيته ويشربوا. وبتيجي الصحافة وبتسجل معاهم، وبنشوف باقي الناجين اللي في الطيارة وبيسمعوا في الراديو الأخبار إنهم وصلوا أخيرا. وبيروح ناندو مع القوات الجوية عشان ينقذ الباقي، بيجهزوا نفسهم لحد ما ييجوا ينقذوهم. بنشوف حاجات كل اللي ماتوا والرسائل اللي كتبوها، وبيبتدي يبلغ بأسامي اللي نجوا، وبتوصل لهم الطيارات وبيفرحوا وبيعيطوا من الفرحة. وأخيرا بيتم إنقاذهم من الهلاك بعد 71 يوم في التلج، وبيرجعوا أخيرا وبيحكوا عن كل اللي حصل، وبيكون أهاليهم مستنيينهم، وكل واحد بيحضن عيلته وبيبقوا فرحانين وبيقولوا إنها معجزة. وبيرجعوا بلدهم وبتكون الناس كلها مستنياهم وبيشجعوهم وبيفحصوهم وبيعالجوهم وبيتجمعوا مع أحبابهم، وبيقولوا إنهم مش حاسين إنهم أبطال زي ما الناس شايفاهم، هم شايفين نفسهم أموات زي اللي ماتوا بس رجعوا لبلدهم مش أكتر. وبيفكروا في اللي حصل وبيسألوا نفسهم ليه ما رجعوش سوا وإيه المغزى من كل ده. وبيوصيهم نوما يخلوا بالهم من بعض ويحكوا للناس على اللي حصل معاهم في الجبال. قول لنا رأيك في كومنت. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات. سلام.